السكون وأقول لابني السكون ده علامة وليس حركة، يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن دايرة صغنونة باحطها فوق الحرف. الحرف ده اسمه إيه؟ اسمه حرف ساكن، ما بيتنطقش يا حبايب قلبي لو وقف لوحده، ما ينفعش عشان هو ضعيف. جميل، لازم يكون فيه حركة قبليه، يا فتحة يا ضمة يا كسرة. يعني شايفين الراء قبلها باء وعليها فتحة، أقول بر، بر. أهي الباء بر. تمام. احنا عندنا دلوقتي مثلا الحرف الميم، هقول له مع الفتحة ميم فتحة ما، مع السكون باء أقول مب، مب. طب بالكسرة مب، مب. طب الضمة مب، مب. طب حرف الباء بالفتحة ب، بم، ب، بم، ب، بم. طب تعالى عالدال نقول ايه؟ ده، دل، دي، دل، ده، دل. حرف النون نقول ايه؟ نقول نه، نر، نه، نر، نه، نر، نه، نر. حرف الراء هنقول ره، رن، ره، رن، ره، رن. فده يا جماعة السكون اللي المفروض نعلمه لأولادنا بيكون بالشكل ده وبالطريقة دي. ولازم طبعا ندي تمارين كتيرة ونعرفه ان السكون ده مش حركة، لا ده علامة. بينزل يكتب الكلمات دي ويقرأها كويس جدا، بنقول له ضع دائرة حول الحرف الساكن، هو بيعمل دايرة على الحرف الساكن. طب انا الهدف من التمرين ده ايه؟ ان ابني يعرف يستخرج السكون مش اكتر. جميل. طب ده علامة السكون على هذه الاحرف، هو بقى اللي يحط بنفسه الدايرة السكون. طب ادمج، هنا هيدمج عشان يعرف يقرأ وعشان يعرف يحلل مقاطع صوتية. الله يبارك لك. قرأي كتير على قد ما تقدري. انت هتلاقيني في الكتاب ده عامله كميه قراءه مهوله، مهوله. ليه كميه قراءه مهوله يا مس ايمان؟ علشان خاطر ربنا يكرمنا ونكون في الاملا كويسين، ونتفق ان السكون بيكون علامه مش حركه. زي مثلا اقول الراء لازما السكون بتاعتنا يكون قبلها فتحه او ضمه او كسره. اقول الراء راء، ب، بر، ج، جد. طب انا عايزه اخليه يقرا كويس. بصي بقى تعملي ايه؟ راء، كمل يا حبيبي، راء سا، بر، بر جا، جد، جد را. هنا الدوائر بتاعتنا ايه؟ حط دايره حوالين السكون زي اللي في الكتاب بالظبط، بس انا بشرحها لكم عشان في ماما بتقول لي اشرحي لنا في الكتاب. دي طريقه المثلث الهرمي اللي انا موجوده برضه كاتباها في قلب الكتاب. ع، عد، عدله. دي بنسميها المثلث الهرمي للمراحل القراءة الثلاثية. ثنائي، أحادي، ثنائي، ثلاثي. الله يبارك لك، امشي بنفس الطريقة دي، والله والله هتلاقي ابنك زي الفل. انا بوجع قلبي وبمح قلبي عشان والله ما عايزه اشوف طالب ضعيف في القراءه ولا في الاملاء. الكتاب ده هتلاقيه على الفيسبوك، كتاب الامام في التاسيس، موجود في جميع مكتبات، في الفجاله وموجود في الفيوم، هتلاقوه متاح يعني. فعايزاكي في السكون قرأي على قد ما تقدري لحد ما بنقول لك كفايه يا ماما. هو كده كده اصلا بيقول لك كفايه ماما من اول كلمه، فمعلش يعني عشان خاطري انا ظبطيه في القراءه، ظبطيه في التمارين كتير جدا جدا، هتلاقي فرق بشع معاك. يا رب يسعدك ويسعده ويوفقنا جميعا يا رب. مستنياكم على طول ان شاء الله. معاكم اي درس محتاجاه انا معاكي. اللايك والشير والكومنت الجميل مستنياكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش الاشتراك. صلوا على النبي.